السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ مال صوتك يا عم؟ في ايه؟ ايه ده؟ عرفت ان عمر ابنك بيشرب سجاير؟ لا انت بتهزر. لا السجاير مخاطرها كبيرة. انت الكلام ده من امتى؟ من اسبوع بس عرفت؟ لا احنا ممكن نلحقه. انت عرفه بس ان السجاير بتضر بسرطان الرئة وبتجيب جلطة وبتأثر على المناعة بتاعته وبتأثر على الخصوبة وما يقدرش، ممكن كمان ما يخلفش. اه والله. طب هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ خليه يفتح قناة مس حبيبة سعد على اليوتيوب دلوقتي ويتفرج على درس التدخين واضراره تالتة اعدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا تالتة اعدادي؟ ان شاء الله هنبدأ في الدرس الثالث، درس التدخين. زي ما انت شفت المقدمة بتاعتنا دي، مشكلة بقت يعني بتواجه كل البيوت يعتبر بنسبة مثلا 98%. المشكلة كبيرة وأنا مبسوطة إن المنهج بدأ يتكلم عليها وبدأ يتكلم على أضرار التدخين، وبالأخص إن أنتوا في سن محتاج اللي يوعيكم. فإحنا في حصة النهاردة هنتعلم أضرار التدخين اللي أنا ذكرت منها 3 بس، اللي هي سرطان رئة، جلطة، الخصوبة اللي هي أنت ممكن ما تقدرش تخلف بسبب التدخين، غير اللي هي المناعة، غير إن أنت بتأثر على البيئة. كل ده هنبدأ نسمعه في حصة النهاردة. الحصة أنا عايزاها تركز فيها كان نفسك، مش عمر بس، لكل الطلاب اللي بتسمعني، مش حصة درس. هستناكم ونركز في حصتنا كويس جدا جدا جدا. تعالوا يا حلوين نبدأ الدرس بتاعنا. واضح جدا من الصورة التدخين عامل ايه. الشكل الطبيعي ده شكل واحد ما بيدخنش، ده تمام، ده زي الفل. لكن اللي بيدخن بص على شكله، بص على البيئة اللي حواليه، بص على الحويصلات الهوائية اللي هي بتنقل الأكسجين، فهو متدمر خالص. تعالى بقى نفهم الدرس واحدة واحدة ونبدأ نقول بسم الله. أول حاجة، السيجارة أصلا اللي احنا بنشربها دي عبارة عن إيه؟ والله السيجارة اللي احنا بنشربها دي فيها نبات احنا بنزرعه، هو نبات التبغ. طب نبات التبغ ده لما يحترق بيبقى فيه منه بلاوي. فبسم الله يلا نشوف. نبات التبغ هو المادة الأساسية اللي مكونة للسجاير. طب ايه هي مكان نموه؟ قال لك والله هو بينمو في الأماكن الدفيئة، يعني في المناطق الاستوائية. في مناطق نموه في المناطق الدافئة، في المناطق الاستوائية. طب شكله عامل ازاي النبات ده؟ قال لك النبات بتاعه ده الساق بتاعته الساق سميكة ومستقيمة ومفرودة، الأوراق بتاعته خضراء وكبيرة، فالأوراق خضراء كبيرة، والأزهار بتاعته ليها اللون الأبيض، اللون الزهري، اللون الأحمر. الأزهار بتاعته بيبقى شكلها كده أنبوبي بالمنظر ده. فده شكل الأزهار. يبقى عندي مكونات السيجارة الأساسية اللي هي التبغ في المناطق الاستوائية وفي الدفئة، وليها ساق مستقيمة، الأوراق كبيرة، الأزهار عندي ليها ألوان مختلفة. طيب تعالى نشوف نواتج احتراق السجاير دي. عملنا النشاط اللي قدامي ده، هو ده اللي هيوضح لي في الاخر القطنه طلعت سودة ومبهدله خالص ليه؟ نتيجه احتراق السجاير. فده اللي بيحصل في الرئه بتاعتك. فانا دلوقتي جبت الازازه دي يعني ايه، فتحت ليها فتحه وحطيت اللي هي السداده او اي حاجه، ابدا افتح واقفل وانزل الميه واطلع فيها الميه، ومليت الميه لحد نصها، وفتحت فتحه من غطاء الازازه وحطيت فيها السجاير. وعملت ايه؟ جبت طبق كده، الطبق ده عشان مجرد لما افتح الميه تبدا تنزل فيها الميه. طب ليه؟ عشان تبدا الهواء يبدا يخش من ناحيه السجاير، فالهواء اسيب له مكان والميه تنزل تحت، فتبدا الميه تتكب. كلمه تتكب دي باللغه العربيه يحصل انسكاب للماء، فالهواء بيبدا يخش والميه بتتكب. في الاخر هبص على التوتال هلاقي القطنه بتاعتي اتبهدلت جدا جدا. معنى كده ان السجاير بتاعتي بهدلت حته القطنه، لما بالك بقى بتعمل ايه في الرئه بتاعتك؟ فالرئه برضو بتبقى بالمنظر ده ويمكن اكتر كمان. فقال لك احنا بنبدا نعمل اللي انا اصنع ثقب في الزجاجه من تحت، ومن القرب ابدا احط سداده وافتح هنا حته من اللي هي الثقب بتاعي واحط القطن، فالاقي القطنه بتاعتي اسودت. الملاحظه هيبدا دخان كتير هيظهر لي، وهيبدأ القطنة تتحول للون الداكن أو اللون البني. إيه السبب؟ السبب إن هي بدأ يترسب من التبغ اللي إحنا بيبقى جوه السجاير، يترسب مادة فيبدأ القطنة يبقى لونها إيه؟ داكن أو لون البني. طيب قال لي مجرد الاشتعال السيجاره بتاعتي، ماده التبغ اللي قلنا الساق مستقيمه والاوراق زهراء زهراء ايه الاوراق مين؟ زهراء دي صاحبتنا.
الاوراق بتاعتها يبقى لونها زهري او ابيض او وردي، اللي تبقى احتراقها بيدي تفاعلات كيميائيه كبيره جدا ومعقده ومنها غازات سامه وهنعرفهم، ومواد مسببه للسرطان. تعالى دلوقتي نشوف مكونات التبغ بتاعنا. مكونات التبغ مكون من 4 حاجات. اول حاجه النيكوتين، ودي تسمع عنها كتير يعني النيكوتين. تاني حاجه المواد الكربوهيدراتيه والبروتينيه، مكونه من كربوهيدرات وبروتين وعناصر معدنيه، وفي عناصر مشعه ودي مصيبه سوداء احنا بنهرب منها، انت بالتالي بتشربها بالسجاره. يبقى مكونات التبغ 4 حاجات: النيكوتين، المواد الكربوهيدراتيه والبروتين، العناصر المعدنيه والعناصر المشعه. نبدا بسم الله باول حاجه النيكوتين. النيكوتين ده مركب عضوي طبيعي، ما اي حاجه عضويه بتبقى طبيعيه، فانا عندي النبات ده ماده طبيعيه. حلو، ما اقولش بقى اشربه، لا غلط، ما هو ليه اضرار كتير منها سرطانات، وده اللي قلنا في المقدمه. قال لك ده قلوي التاثير. يعني ايه قلوي التاثير؟ لو جبت دوار الشمس فانا هلاقي قلوي، كنت بقول لك قاف مع قاف، القلوي بيظهر باللون معايا باللون الازرق، فهو بيبقى قلوي التاثير. طب النيكوتين ده في منه عناصر موجوده فيه مهمه، اللي هي الكربون والهيدروجين والنيتروجين داخله في تركيبه. هي مش مهمه هتفيدنا، انا ممكن اخدها من اي حاجه تاني. قال لك هي موجوده جواه، دي العناصر اللي موجوده داخل النيكوتين، مهمه للحفظ لكن مش مهمه لحاجه تانيه. كربون هيدروجين نيتروجين، كربون هيدروجين نيتروجين داخله في تركيبه الكيميائي، يبقى هو مركب عضوي قلوي التاثير لونه ازرق، في كربون هيدروجين نيتروجين داخله في تركيبه الكيميائي. طيب لما انا ببدا اولع السيجاره بتاعتي ويبدا يتبخر النيكوتين الماده دي اللي هي الماده بتاعتي اللي هي الصلبه اللي هي محطوطه دي قدامي، مثلا النيكوتين الماده الصلبه هتبدا تتحول للماده اللي هي الغازيه، فهتبدا تطير في الدخان وهتبدا تخش جوه رئتك، فانت هتبدا تستنشقها. فايه اللي هيحصل؟ والله هيبدا ياثر كل ده عليك. النيكوتين لما يتحرق عندي يا اما غازات سامه يا اما غازات مهيجه للجهاز التنفسي. مين هي الغازات السامه؟ حاجات فيها كربون، خلي بالي. اول حاجه اول اكسيد الكربون، وده مصيبه سوداء وبلوه كبيره. الغازات السامه اول اكسيد الكربون ده هو بيشفط الاكسجين في جسمك، ما يسيبش اكسجين في جسمك، بيرتبط بيه، فنصيبه. انت محتاج اكسجين في جسمك، عشان كده اللي بيشرب سجاير تلاقيه بينهك كده ومش قادر يتنفس. فانا عندي غاز اول اكسيد الكربون ده من الغازات السامه. وسيانيد الهيدروجين، السيانيد الهيدروجين اللي هو HCN برضو ده من الغازات السامه. وفي غازات تسبب هيجان للجهاز التنفسي هلاقي فيها النيتروجين، زي اول اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد النيتروجين. الغازات المهيجه هلاقي فيها نيتروجين، وغاز الامونيا اللي هو رمزه NH3. فانا عندي الغازات يا اما سامه يا اما مهيجه للجهاز بتاعنا، فهيبدا النيكوتين الماده الصلبه تتبخر مع الدخانه تخش للرئه، في غازات سامه وغازات مهيجه. تعالى بقى نشوف عندي تاني حاجه المواد الكربوهيدراتيه والبروتينيه. احنا خدنا اول حاجه معانا اللي هي النيكوتين، صح؟ خلصنا النيكوتين، هناخد مين؟ المواد الكربوهيدراتيه والبروتينيه. تعالى نشوف المواد الكربوهيدراتيه والبروتينيه. المواد الكربوهيدراتيه والبروتينيه برضو بتطلع زي النيكوتين اول اكسيد الكربون، وهنعرف ايه اضراره. وبتطلع حاجه اسمها اطران، هي مش قطران هي قطران، بس من كتر ما هي مضره احنا بننفعل بدون قطران، بس هي اسمها قطران. القطران ده عباره عن السائل اللي هو بيبدا يترسب على الرئه بتاعتك. جاي من ايه؟ جاي من احتراق الكربوهيدرات والبروتينات اللي موجوده. ما انت بتقول سيجاره ده بروتين يا عم وحلوه، لا يا بابا، ما انت خد اي حاجه دي، خد الكربوهيدرات والبروتينات من اي حاجه، ما تقولش دي اعشاب ومفيده، ما فيش الكلام ده يا بابا. فقال لك السائل اللزج ده بيبدا ان هو يترسب على الرئتين بتاعتك، وهو عباره جاي من احتراق الكربوهيدرات اصلا والبروتينات اللي هي البروتين والكربوهيدرات اللي هي السكريات. ثالث حاجه معايا اللي هي العناصر المعدنيه. العناصر المعدنيه دي نحفظ زي البوتاسيوم كي، وانا بقول لاخواتي بوتاسيوم كي اسم الله عليه، وبقول المغنيسيوم Mg راح وفاتن عليه، والكالسيوم Ca. يبقى دي كلها العناصر المعدنيه اللي موجوده داخل السيجاره. لكن العناصر الثقيله اللي هي نصيبه سوداء، الكاديوم CD، رصاص BB، الزرنيخ AS، كل دي العناصر سامه وعناصر ثقيله موجوده برضو داخل السيجاره اللي هي بتتحرق اللي هي التبغ. طيب
اخر حاجه العناصر المشعه. يبقى احنا اتكلمنا على الاربع حاجات. العناصر المشعه دي اصلا احنا بنهرب من الاشعاعات، يعني بنقول ان هي بتتلف الدي ان ايه، بتبوظ الخلايا. المفروض اصلا عندي اوردر كده الخلايا بتاعتي تبقى سليمه، احنا بنتلفها وبندمرها. فالعناصر المشعه دي سببها انت تروح تشرب سيجاره عشان تاخد العناصر المشعه. ده من اهم العناصر المشعه من جواها اللي هو البلينيوم اللي هو 210. ايه هو البلينيوم 210؟ ال 210 ده العدد الكتلي بتاعه هو رمزه بي او. البلينيوم 210 ده العدد الكتلي بتاعه اللي هو البلينيوم 210. طيب تعالى بقى نشوف لما بولع السيجارة بتبدأ تمر على مراحل. أول مرحلة اسمها التطاير، تاني مرحلة اسمها اللي أنا هبدأ أتنفسها الاستنشاق. بعد كده هتبدأ تتراكم وتدمرك الخلايا وتدمرك الحمض النووي الدي ان ايه اللي شايل كل الصفات الوراثية بتاعتك وبيظبط لك الخلايا بتاعتك. وآخر مرحلة اللي هي اللي بيبقى في السيجارة اللي احنا بنرميه في الطفاية. تعالى نبدأ نشوف أول حاجة مرحلة التطاير. أنا دلوقتي لما أشرب سيجارة بعد الشر عليا هيبدأ يطلع منها دخانة. طب هي جاية منين الدخانة؟ جاية من التبغ اللي هو النبات اللي احنا زارعينه. فعند اشتعال التبغ هتتبخر العناصر الثقيلة والعناصر المشعة تتحول لغازات. الغازات دي هتبدأ بقى تلتصق بحاجة مهمة، القطران اللي هو القطران. ده بيروح فين؟ ده اللي بيترسب على الرئة بتاعتك. يبقى التطاير العناصر المعدنية والعناصر المشعة بتبدأ تترسب مع القطران اللي بيبدأ يخش جوه الرئة. تاني حاجة الاستنشاق، انت بتبدأ تدخل العناصر المشعة دي داخل الرئتين بتاعوتك اللي هي عندي الرئتين اهم. فانا عندي الشعب الهوائية اللي هي طالعة من الرئتين اللي هي دي اللي هي انا بفوكس عليها، دي الشعب الهوائية. تعال امسح لك وتشوف تاني اهي ثواني اهي موجودة معانا اهي الشعب الهوائية موجودة اهي بالمنظر دي الشعب الهوائية بتاعتنا. فهي تبدأ تدمر لي الشعب الهوائية بتاعتي فتبدأ تتراكم ويؤدي لإيه؟ لتلف الحمض النووي بتاعي. فلما تتراكم يتلف الحمض النووي. الحمض النووي ده اللي شايل الصفات الوراثية والمعلومات الوراثية ويسبب لك الإصابة في الآخر بالأورام السرطانية. عشان كده بنقول بلاش سجاير يا جماعة. يبقى أول مرحلة بيمر بمرحلة التطاير، تبدأ المادة الصلبة دي تتبخر، يبقى معايا القطران ده اللي بيترسب مين؟ على الرئتين. بعد كده ببدأ استنشقه يخش للشعب الهوائية، يحصل تراكم للشعاع النووي، يحصل أورام سرطانية. وفي الآخر التطاير يبقى المواد اللي هي الغير متطايرة دي اللي بتبقى اللي بتديني اللون الأبيض أو اللون الرمادي. طب مين المواد الغير متطايرة؟ الثقيلة زي الكالسيوم قلنا وزي مين؟ البوتاسيوم. كالسيوم ومين يا حلوين؟ البوتاسيوم. دي المعادن الثقيلة. طيب هي ليه ممكن تبقى أبيض وممكن تبقى رمادي؟ حسب الاحتراق، يعني حسب الولاعة وحسب اللي قاعد يحرق كتير في السيجارة، فعلى اختلاف كده بيبدأ اللون أبيض أو رمادي. يبقى قلنا تاني المرحلة التطاير بتبدأ إن هي تترسب بالقطران، يروح فين؟ يروح على الرئتين. أبدأ اللي أنا أستنشق على الشعب الهوائية، تبدأ تعمل أورام سرطانية وتتلف في الدي إن إيه ويبقى معايا الرماد. طيب ليه بقى اللي بيشربوا سجاير بيزداد فرص الإصابة بالأورام السرطانية وخاصة الرئة؟ ما الرئة هي اللي هنعرف أخطرها دلوقتي. قال لك والله بسبب إن أنا ببدأ أراكم اللي هي الحمض النووي دي إن إيه موجود في مادة التبغ، ممكن يبقى لونه أبيض أو لون رمادي، ويبدأ المادة معايا تبقى غير متطيرة زي مين؟ زي الكالسيوم ومين؟ والبوتاسيوم. تعالى بقى نشوف الكلام ده. قال لك يا حبيبي ان لما اولع السيجاره او ابدا اعمل احتراق لاوراق التبغ سنويا معايا بيبقى حاله من الوفيات تقدر ب 8 مليون شخص، 8 ملايين الاشخاص وفقا لنظام الصحه العالمي اللي هو بنقول له WHO اللي هو اختصارها World Health Organization، يعني منصه اللي هي الصحه العالميه اللي هي جايه من وزاره الصحه المصريه. فبيقول لك طبعا للاحصائيات بيقتل 8 اشخاص بسبب السجاير، يعني بيموتوا، غير طبعا الامراض اللي بتجيلهم زي سرطان الرئه. طيب قال لك في اليوم العالمي قررنا يوم 31 مايو ان احنا نعمل وقفه كده ونقول يا جماعه ما ينفعش ان احنا نشرب السجاير، دي مضره وبتجيب لك سرطان رئه.
ومن مادها خطيره القطران اللي بيترسب على الرئه، وهنشوف اضراره. بيتلف الحمض النووي دي ان ايه يا جماعه؟ عيب، بطلوا سجاير يوم 31 مايو يعني في شهر 5. تعالوا نشوف اضرار التدخين. ممكن يضر بصحتنا، وده اللي هنتكلم عنه في الاول، وفي الاخر هيبدا يضر البيئه بتاعتنا. طيب يضر بصحتنا، تعالى نشوف. اول حاجه واهم حاجه، انا بشرب السجاير وبشفط لجوه، فاول حاجه هتبدا تتاثر الرئتين بتاعتي، ويبدا ياثر لي على الشعب الهوائيه. فاول حاجه تتاثر معايا الجهاز التنفسي، الرئه بتاعتي اللي بتبدا اللي هي تتنفس. عندي الرئه الطبيعيه هي موجوده باللون الوردي الجميل، لكن الرئه اللي بتشرب سجاير بيبقى شكلها اسود ومهبب ب60 نيله. ده القطنه من سيجاره واحده عملت كده، اما الرئه بالمنظر ده فيتحول للون الداكن او اللون الاسود. طب ايه اللي خلاها اسود؟ عارف ماده القطران اللي هي اصلا اللي احنا بنعمل بها ارصفه الشوارع، بنحط بها الشوارع، الماده السوداء دي، الماده دي هي اللي بتترسب على الرئه بتاعتك. جبروتك يا اخي، والله جبروتك اللي انت تعمل كده في نفسك، اللي انت تشرب سجاير. وانا نفسي انصح اي حد، انا نفسي بنصح اهلي، انا رايحه وجايه في الشقه بنصح اهلي اللي هو ما ينفعش، الغلط اللي هي ماده القطران اللي هي بتترسب على الرئتين. طيب قال لك الطبيعيه، والله بشرب قدر كبير من الاكسجين، انا بقدر، انا كطبيعيه زي ميس حبيبه الحمد لله ما بتشربش السجاير، او انت ربنا يحفظك بتقدر تتنفس عادي جدا وتقدر تاخد اكسجين. لكن اللي بترسب عليها ماده القطران دي هيبدا ياخد قدر اقل من ايه؟ من الاكسجين. طيب بتحس بايه مع الوقت؟ بيبدا ان هو مش قادر يتنفس بالطريقه اللي انا مثلتها لك دي، فضيق في التنفس. بيبدا ان هو يكح على طول، على طول بيكح وبلغم، يبقى في سعال مستمر. بيقدر ان هو بدل ما كان بيلعب كوره، لا بدا ان هو ما يقدرش يلعب، فتراجع في القدره. فهو قال لك عايز تلعب كوره كويس، ابعد عن حاجتين مهمين، السجاير وحاجه تانية مش هنقول سيرتها. المهم بتزداد فرصه بسرطان الرئه برضو، ودي من فرص اللي هي الاصابه بالتدخين. يبقى ضيق التنفس، سعال مستمر، ما بتقدرش تجري كويس، الاصابه بسرطان الرئه اللي احنا اتكلمنا عليه في المقدمه. طب انت يا حويصله يا زي الفل يا جميله، انت يا حويصله. قال لي والله الحويصلات الهوائيه انا كمنظر انا ببقى عدد كبير جدا جدا جدا، زي ما مس حبيبه بترسم لي دلوقتي، كبير ومرن كبير ومرن. فقال لي والله انا صغيره وكتير، فانا صغيره الحجم بس العدد كتير ورقيقه الجدار، واسمح ان انا ابدل لك الغازات. فهي بتاخد من الجو، باخد اكسجين واوديه لكل الجسم، فانا بسمح لك ان انت تبدل الغازات بين مين ومين. ادخل لجسمك الاكسجين واطلع منه ثاني اكسيد الكربون، بدخله عن طريق الدم وبطلعه بره تاني عن طريق ثاني اكسيد الكربون الرئتين لبره تاني. فانا مهمه جدا ان انا ابدل الغازات في جسمك. انت عايز اكسجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون، فانا كحويصلات هوائيه موجوده باعداد كبيره جدا وباحجام صغيره، عشان يبقى عدد كبير، عشان اوفر لك مساحه كبيره تقدر اللي انت من خلالها تبدل الغازات. طيب كلام زي الفل. تعالوا بقى يا حلوين نشوف بقى ايه الامراض اللي هي ممكن تيجي بعد الشر عليكم من المرض ده. قال لك المرض اسمه النفاخ الرئوي. ايه هو مرض النفاخ الرئوي؟ مرض النفاخ الرئوي ده يا حلوين بيجي عندي، بتبقى رئه سليمه مليانه حويصلات هوائيه كتير، فالرئه بتاعتي بتبدا تتضر. الحويصلات بعد ما كانت كتير لا هيبقى عدد اقل. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله بعد ما كانت الحويصلات رقيقه او الجدار بتاعها رقيق، لا هتبدا ان هي تكسر من هنا. فايه اللي هيحصل؟ هتبدا ان هي توسع. بعد ما كانت اخذ الحته دي، لا بدات ان هي معايا ان هي توسع. فقال لي والله كيفيه الحدوث، انا بستنشق دخان السجاير، فهتبدا تتكثف الماده الثقيله اللي هي ماده مين؟ القطران، فتبدا ان هي تكسر لي اللي هي جدر الحويصله. فبدل ما كانت اخذه الحته دي معايا، الحتت الصغيره دي معايا، قال لك لا والله بعد ما كانت كده صغيره، قال لك لا هتبدا توسع بالمنظر ده معانا. فدي النتيجه اللي هي مرض النفاخ الرئوي. طيب المصابون بقى بمرض النفاخ الرئوي ده، احنا قلنا الحويصله بعد ما كانت طبيعيه عددها كبير وصغيره، بيبدا ان هو الجدار ده يتكسر، فتبدا ان هي توسع. فبيحصل ان هو تمزق جدر الحويصلات وتبقى اوسع، فهي بدل ما كانت صغيره فهي بتبدا ان هي تكبر. فانا بقلل مساحه السطح، يعني بدل ما كانت الحته كبيره اللي بتبدا تاخد الاكسجين، لا انا قللتها، فبيبدا ما يقدرش ياخد اكسجين، بيحصل نقص في ايه؟ في الاكسجين. طيب ايه اللي بتاثر تاني؟ قلبك، الجهاز الدوري بتاعك. طب ايه اللي بيحصل؟ قال لك احنا اتفقنا
ان معايا اول اكسيد الكربون، ده نصيبه سودة وكبيره. المفروض ان اول اكسيد الكربون ده بيحب الاكسجين قوي، يعني بيحب يرتبط بالاكسجين قوي، فيرتبط اول اكسيد الكربون بهيموجلوبين الدم اسرع من الاكسجين. يبقى الهيموجلوبين بيرتبط باول اكسيد الكربون، مين اللي بيشقطه الاول؟ اول اكسيد الكربون. فيبدا معايا كده اول اكسيد الكربون روح اخذ الاكسجين، فالدم ما فيهوش مين؟ اكسجين، عشان مين اللي اخده؟ اول اكسيد الكربون. النيكوتين بقى يا حلوين، النيكوتين ده انا عندي شريان الدم ماشي عادي جدا، فيبدا ان هو يزيد من ضربات القلب وضغط الدم ويعمل لي تضيق في الاوعيه الدمويه، فانا ما اعرفش كدم اجري عادي. يعني وهو ماشي بيبدا يرسب ماده كده فيجي يقفل، فدي بسببها مثلا يبدا يحصل الجلطه. لو انا بقول مثلا شريان مد القلب، فانا عندي بيبقى سبب ضربات القلب ضغط الدم يبدا يضيق الاوعيه الدمويه معايا. طب ايه اللي هيحصل لو انا استنشقت كتير من غاز اول اكسيد الكربون؟ مش انا قلت ان اول اكسيد الكربون بيرتبط بايه؟ بالاكسجين اسرع من مين؟ من الهيموجلوبين، فيرتبط غازه بالهيموجلوبين اسرع من الاكسجين، فيؤدي ده الى نقص نسبه مين؟ الاكسجين. طيب التدخين ده ليه دعوه بعضلات القلب؟ ايوه، ما انا لسه قايله ان هو لما بيبدا ياكل فيها بيرسب، فيبدا ان هو يضيق الاوعيه الدمويه ويبدا يزيد معدل ضربات قلبك والضغط الدم يزيد. فقال لك ايوه، لان النيكوتين بيزود ضربات القلب وضغط الدم ويضيق مين؟ الاوعيه الدمويه. طيب احنا لسه شباب في ثالثه اعدادي، بيبدا ياثر على الجهاز العصبي والحواس بتاعتك، تبدا ان انت توتر، ما تعرفش تنام كويس، واضطرابات نوم، يعني انت بتتوتر من اي حاجه، ومن توترك ده انت مش عارف تنام، فبيحصل لك نتيجه كده اضطرابات في النوم. اضطرابات الرؤيه مش ان انت تتعمي، لا، انت في تشوش كده قدامك مش شايف كويس، والتاثير بيأثر على الدماغ والتركيز وما بتعرفش تركز، فده كل دي اثار من عمليه ايه؟ التدخين. طيب مشكله كبيره اتكلمنا عليها في الفيديو، انت دلوقتي شايف الموضوع عادي، انا بشرب سجاير وانا زي الفل، هي نتيجه بتبان بعدين، وبالاخص لما البني ادم يتجوز سواء للذكر او للانثى، فده بيضعف من عمليه الخصوبه والقدره على الانجاب. ولو حد مثلا بيدخن، فانت بتشرب سجاير جنب الست الحامل فيحصل فيها تشوهات جنينيه، وما ذلك بقى لو ست هي اللي بتشرب ايه؟ سجاير. طيب في مظاهر مناعيه، بيبدا منظرك يبقى زي الراجل ده، يبدا اللي هو تساقط الشعر، الجلد بتاعك تعجز بدري، فيبدا يحصل شحوب للجلد بتاعك. يبقى ليه مظهر عام اللي هو بتاع المظهر العام، والله تساقط الشعر وشحوب العين، وبيبدا يضعف الجهاز المناعي بتاعك. طيب انا عندي الصحه بقى والمجتمع، المفروض ان النيكوتين ده اول ما اشرب سيجاره ببقى مرتاح وفي عالم تاني، زي اي ماده بتعمل كده. طيب فانت بتحس ان انت بالراحه، بس سريع اللي هو الحاجه اللي انت حاسس بيها دي بتختفي، فانت مضطر تشرب سجاير تاني، مضطر. عشان كده اللي بيشربوا سجاير في رمضان يبقوا مقريفين ومزهقين الدنيا اللي حواليهم، لدرجه ان احنا افطروا يا جماعه ما تزهقوناش. فاللي هو النيكوتين بيوصل لدماغهم بسرعه، بيحسوا بالراحه. طب هي مش موجود، لا انا عايزه بسرعه سيجاره تانيه، فايه؟ يضطر ان هو يشرب سيجاره تانيه. فدي اللي هي الاضرار بتاعته. طيب نشوف اللي بعد كده. خلصنا الصحه، هنخش على البيئه. البيئه والله التدخين ده لما يحصل احتراق بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون بكميه كبيره. غاز ثاني اكسيد الكربون بكميه كبيره ده بيعمل عمليه الاحتباس الحراري، بيعمل عمليه الاحتباس الحراري. اكدت ان الصحه العالميه اللي هي قالت لك 8 ملايين اشخاص بيموتوا سنويا، ان هو بيطلع عشرات ملايين الاطنان من غاز ثاني اكسيد الكربون اللي يعمل لي احتباس حراري ويقفل لي الدنيا. طيب احنا قلنا دلوقتي بالنسبه للهواء، طب بالنسبه للميه، والله ما هو في، انت بترمي كتير من نفايات السجاير بتوصل لتريليونات، بتبدا ترمي انت السجاير، بتمشي في الشوارع، في الانهار، في المصرف، الميه، في الشواطئ، في اي حاجه، فانا عندي لوثت الميه ولوثت مين؟ التربه. طيب انواع التدخين بقى في نوعين، يا اما انا اشرب عادي فده اسمه التدخين التقليدي، يا اما اشرب السيجاره الالكترونيه اللي هي سجاير الفيب اللي هم دلوقتي كل واحد ماشي في الجامعه بيمسكها وشاربها، وفي اعدادي كمان، دي نصيبه سوداء. فالتدخين في منه تقليدي والكتروني، الاثنين زي الزفت. التدخين
التدخين التقليدي امسك الاوراق التبغ وابدا اللي انا استخدمها. طب الالكتروني لا، السيجاره الالكترونيه ببدا اللي انا استخدمها. طيب هناك معتقدات خاطئه ان اللي هي السيجاره الالكترونيه ما بتاثرش زي ما بتاثر السيجاره العاديه اللي هي اي نوع من السجاير يعني اللي هم بيشربوها. قال لك لا، مع انه والله السجاير الالكترونيه هي ضررها اقل بس بتضر برضه، هي برضه هتوديك لسرعه الادمان واضطرابات برضه في القلب والجهاز العصبي، يبقى نفس الاخطار. وقال لك كمان ان الزيت اللي بيتحط جوه حاجه يعني ليه، الزيت اللي بيتحط جوه السجاير الالكترونيه دي بيترسب على الرئتين اصعب من ماده القطران. فانت معاك ايه يا حبيبي؟ انت شايف كده ان السجاير الالكترونيه ابسط من اللي هي السيجاره العاديه؟ انا مش بشجعك بقول لك لا سيب الالكترونيه وروح للعاديه، انا بقول لك الاتنين زي الزفت وربنا ينتقم من اللي عمل السجاير دي، هي مشكله كبيره. انا بقول لك انت سيبك من نفسك، انت بتدمر اللي حواليك، انت عيالك اللي حواليك هم بيتاثروا بنفس الامراض اللي انت بتاثر بيها. ما انت بتشربك السجاير، ما قلنا التبغ ده بيحصل له احتراق، اللي حواليك واحده ما بتشربش سجاير وانت بتشرب سجاير بعد الشر يجي تشوه للجنين بسبب ماده السجاير اللي انت بتشربها دي. فارجوكوا حاولوا ان انتم تبطلوا العاده السيئه دي. فيعد التدخين الالكتروني بديل امن للتدخين المباشر. ليه؟ والله العظيم النسبه من النيكوتين بتبقى اقل شويه بس هي مضره. طيب التدخين ممكن انا اشرب السيجاره بعد الشر عليا وممكن انا اشم الريحه، فانا معايا التدخين المباشر والتدخين السلبي. التدخين المباشر اللي انا اشرب على طول سواء من السجاير العاديه او السجاير اللي هي الالكترونيه تبدا تاثر على الرئتين والقلب. لكن السلبي بيبدا ان هو انا استنشق من الشخص الغير مدخن من شخص مدخن السجاير، فبرضه تبدا تاثر لي على القلب والجهاز التنفسي. طيب قال لي يحتوي الدخان المتصاعد من طرف السيجارة المشتعلة على تركيزات أعلى من الغازات السامة، أعلى من الغازات السامة والمسرطنة. ليه؟ لأن الغاز اللي طالع من السيجارة بيعدي على فلاتر، فالفلاتر دي بتبدأ تنقيه شوية، يعني مش بنقول له سبب والله. طب ليه تدخين التبغ أكبر المخاطر؟ والله عشان فيه آلاف المواد الكيميائية السامة والمسرطنة والمهيجة للجهاز التنفسي، كل الكلام ده لسه قايله. طب ازاي نوعي نفسنا ونوقي نفسنا من السجاير؟ أول حاجة نيتك اللي أنا هقرر قرار كده والنية لله اللي أنا مش هشرب سجاير، سواء كنت بتشرب فعايز تبطل او انت كطالب لا انا ناوي نيه ومحترم اهلي اللي في البيت وقراري ان انا راجل ومش عايز اشرب سجاير، دي مضره هتفيدني بايه؟ ده انا بعد ما كنت العب كوره مش هقدر العب يا عم، همشي مشي عادي مش هقدر امشي، مش هقدر اطلع السلم، الحاجات بتاعتي انا مش هقدر امارسها اليوميه. ليه اخلي البيبي بتاعي يبقى مشوه او اصلا في يوم من الايام مش هيبقى ليا القدره على الانجاب، معدل الخصوبه هيقل؟ ليه؟ ما هو بسبب السجاير. ليه اخلي شعري يقع بعد ما كان شعري جميل وبسرح اي تسريحه انا عايزاها؟ ليه اعمل كده في نفسي؟ ليه بعد ما بشرتي كان شكلها حلو يبقى شحوب واعجز بسرعه قبل زمايلي؟ ليه؟ المناظر دي احنا اوريدي بنشوفها موجوده في حياتنا. فخذ قرار بعد اذنك، لا انا مش هشرب سجاير. تاني حاجه اختار البيئه اللي حواليا، الصحاب اللي حواليا، الصاحب ساحب. لو صاحبك شجعك اللي انت تشرب سجاير اول مره لا، تاني مره لا، تالت مره ما تجرب، اروح اجرب احس ان هي حاجه طبيعيه لان كل اصحابي بيشربوا، لكن لا انا اختار البيئه اللي انا حواليها. في ناس تقول لك يلا نروح نصلي، في ناس تقول لا السجاير دي وحشه، لا بلاش، تعالى نذاكر، تعالى نشوف حاجه مفيده نسمعها، تعالى نروح نلعب ماتش كوره، دي ناس كويسه مش ناس وحشه. تاني حاجه الوقت بتاعي ابدا انا اشغله بحاجه مفيده، ودي حاجه نصيحه من مس حبيبه. انا كمس حبيبه انا ما بحبش الوقت الفاضي اطلاقا. تقول لي يا بس انت تعبانه طول اليوم في الشغل وتعبانه في التصوير، اقول لك انا لو ال 24 ساعه دي اشغلهم اكتر من كده هشغلهم. انا ما بحبش الوقت الفاضي. الوقت الفاضي هعمل فيه ايه غير ان انا ممكن امسك الموبايل، يا اما هيصدف حاجه في حد انا مش عايزه اعرف عنه حاجه هتضايقني، يا اما هيجي اغاني سلبيه فهتاثر عليا. اصلا الاغاني اصلا حرام بعيدا عن كل ده، يعني اول حاجه في المركزه اللي هي حرام بس
هتبدا انها تاثر عليا. فاشغل وقتي بحاجه مفيده، انا كده فرحانه وانا بقضي الوقت ده معاكم. هروح الجيم، هروح اكلم ماما، هروح اتعلم حاجه جديده، هروح ارسم، هروح الون اطلع الطاقه، هروح لصاحبتي اقول لها تعالي تعالي انا عايزه اتكلم معاك، هطلع اي طاقتي في اي حاجه مفيده. فانا هشغل وقتي بحاجه مفيده. الاماكن اللي فيها دخانه هبدا ابعد عنها، عشان قلنا والله التاثير برضو بيأثر علينا. تاني حاجه اللي انا اطلب المساعده عند الحاجه. لو شعرت ان انا اصحابي بيبداوا ان هم ياثروا عليا، يقول لي خد يا ابني اشرب سجاير وفي ضغط، انا هطلب من اولياء اموري اعرفهم، فنبدا نبعد عن الموضوع ده. وابدا اقرا اكتر وافهم اضرار التدخين، لان انا كل ما فهمت الحاجه اكتر وعرفت اللي هو عيوبها فهبدا ابعد اكتر. فانا لو عايشه في نعيم الجهل، لا، انا مضطره اعيش في جحيم الوعي عشان ابعد عن الحاجه دي. الدرس ده انا فرحانه جدا انه اتحط في سنكم، درس التدخين واضراره، لان انتوا كطلاب مش عارفين. انتوا عارفين واحد بيشرب سجاير عمال يكح خلاص، لا، انتوا مش متخيلين حجم الضرر اللي انتوا بتبقوا فيه. انت بتدخل جسمك عناصر مشعه تتلف الخلايا، مش عارف الخليه بتاعتك تقوم بوظيفها، مش قادر تتنفس، مش قادر تطلع، مش قادر تتحرك، ده شعرك بيقع، كل ده انت بتحسب ان هو طبيعي، حاجه طبيعيه، وهي بسبب السجاير. عايزه اقول لكم انا مبسوطه جدا جدا ان انا شرحت الدرس ده، واتمنى اكون فدتكم قبل ما اكون شرحت لكم درس. ان شاء الله استنظروا مراجعه قريبه جدا على الوحده الاولى باهم تركاتها. مع السلامه، كانت معاكم مس حبيبه سعد. باي باي.